حتى أنت يا بروتوس بس لو حاب بالمسرحية شخصية بيدرس قيصر بالبقاء عند غدر الأقارب أو الأصدقاء الغير متوقع. الطعنة اللي بتتسلط إنها أبشع طعنة وأقبح عملية اغتيال في الدم. وهي لحظة اغتيال يوليوس قيصر إمبراطور روما بالتدريس. وهي اللحظة اللي اجتمع فيها كل من وثق فيهم يوليوس قيصر وكبوا على طعنه. فطعنوه كلهم مرة واحدة بمناطق البحر، بس يوليوس قيصر ما استسلمش لما شاف صديقه الصدوق بروتوس ففرح ونظره على اساس ان هو هيجي ينجح وحط ايده على كتفه. وكانت هنا مفاجأة ان بروتوس اللي كان واقف قدامه واعتقد يوليوس ان هو جاي ينقذه هو كمان طلع الخنجر بتاعه وطعن يوليوس قيصر. وهنا يوليوس قيصر قال له حتى انت يا بروتوس كملا جملته قال فاذا فليمت يوليوس قيصر. وفعلا سقط يوليوس قيصر مستسلم للطعنات اللي اخذها واعلن انهزامه. بروتوس ليوليوس قيصر هي كانت اكتر طعنه كانت السبب ان هو مش لان هو ضربها وكانت جت في مكان في الجسم، لكن لان الطعنه جت اقرب الناس. الراجل هنا اتصنفت طعنه بروتوس ليوليوس قيصر بانها ابشع طعنه في التاريخ. ودي تعتبر اكبر عمليه اغتيال في التاريخ لان كل اللي وصل فيهم يوليوس قيصر هم اللي اختلفوا. طعنات الغدر والخيانه اللي بتجيلنا من اقرب الناس لينا هي فعلا اشد طعنات بيتعرض يعني الانسان. طبعا مقولة يوليوس قيصر ابتدت تختفي وتظهر لنا مقولة جديدة وهي بعتني بكام 10؟